السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في عندنا اجتماعات تنسيقية في لندن قبل شهر، وقد يجوز أن تقدمت فيه كلمة قلت فيها أنه متى ما من صف النوايا كانت سوريا قوية. سوريا التاريخ عندما أتى الإسلام سيدنا عمر أمر أن لا يدفع الجزية المسيحيين، بني تغلب لا يدفع الجزية. عندما صدقنا هلال بن علقمة قاتل رستم في القادسية كان من إخواننا المسيحيين وبقي على ديانته. عندما صدقنا بعضنا كان صلاح الدين الأيوبي، وكان نور الدين الزنكي الشهيد من إخواننا الأكراد. كان الرجل داعية في الإسلام يدعو الله، ولا زال في دمشق القوسين يدعى عند الإمام نور الدين الزنكي الشهيد، لأنه صادق كل الصدق في أن يدافع عن هذه البلاد. وعندما صدقنا بعضنا انتصرنا في مواقف كثيرة. والآن أدعو إخواني، وكلمتي تختلف عن إخواني السابقين لأنهم غطوا المواضيع الدينية بشكل جيد وهم أفضل مني في هذا الصدد. أسأل الجميع أن نكون صادقين مع بعضنا. الشهيد مشعل التمو وردة فقدناها، ولكنها أينعت وأعطت ثمارها وأعطت عطورا إن شاء الله على مدار الزمن، لأننا اشتركنا في الدفاع عن هذا الوطن. عندما نصدق أنفسنا ونصدق إخواننا الموجودين في سوريا سوف ننتصر بإذن الله. بإذن الله. أنا أطلب من إخواننا العرب ولا الكرد ولا المسيحيين ولا العلويين أن نصدق بعضنا، والوطن بخير. أكيد كان النظام هذا يراهن على تفريقنا، النظام يراهن على الفتن، النظام يراهن على أنه يأخذ الوطن إلى طريق الله يعلم وين. ولكن أنا أحب أضيف كلمة أخرى. الإخوان بحمص أحفاد سيدنا خالد يقول: زيد يا عاصينا زيد، كل يوم عندنا شهيد، عندنا فرحة وعندنا عيد. نحن نتمنى أن نكون صادقين، وأن يشتركوا السوريين بشكل كامل ومتوازن، ويحبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم. هنا أخوان أكراد وهنا أخوان عرب، وهنا نصدق بعضنا بالمحبة، وسوف نصل إذا صدقنا بعضنا. مشايخ في سوريا كثير من إخواننا الأكراد ما شاء الله، أصحاب علم وأصحاب دين وأطباء ومهندسين ومشاركين، ونحن نتمنى من الإخوان العرب والأكراد أن يصدقوا، وإذا صدقنا أنا أعد الجميع أنه راح ننجح بإذن الله. وجزاكم الله خيرا.